اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظل شهر رمضان وقد حضر شهر رمضان وأضل و آه، فسلمه لي وسلم لي له يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرا لي من 1000 شهر. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء. اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء، وأصلحت حالنا وأجبت دعاءنا وغفرت ذنوبنا. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد وقعت وكتبت أسماؤنا وأسماء والدينا وأمواتنا في صحائف العتقاء. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصبر أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوف يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه، واجعل اللهم فيما تقضي من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر، وأن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم والمشكور سعيهم والمغفور ذنبهم والمكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي من الرزق الحلال يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجد علينا بفضلك ورحمتك ومغفرة وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك، فأسعدته لما هو يرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، ومن التوابين الفائزين، ومن النعماء والشاكرين، عند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فقذفته في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك، واسترني يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلني فيه لأتعرض لمعصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وحببني فيه يا أرحم الراحمين، وارزقني فيه ذكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المصلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.